اليوم فيديونا اليوم ترند دبي. هاي ترند دبي، طريقة كتير سهلة والطعم بتجنن. هاي شكلها بعد ما عملناها. هلا راح نقطع واحدة منن. هاي بعد ما قطعناها شوفوا شكلها من جوا. هاي شكلها من جوا. وهلا راح ندوقها كمان. لا ندوقها، شوف حتى هي تقولنا دوق. طعمها بتجنن. وطبعا هذا الطريقة كتير سهلة، لا بدها قالب لا بدها أي شي. وهاي كمان لضيافة العيد. شوفوا أحلى مشروع نعملها بالبيت. فينا نعملها مشروع عنا بالبيت، مشروع كتير ناجح والطعم بتجنن وطريقة اللف كتير سهلة. واللي بده يكتب لي بالتعليقات وأنا راح أقول له طريقتها كتير سهلة ما بدها أي شيء. وهاي شكلها للضيافة ولا أروع منها، لضيافة العيد ولا أروع منها. طبعا لأي مناسبة نقدر نعملها يعني. شكلها و... يعني شكلا وطعما الاثنين روعة. وهاي هي شكلها بعد ما عملناها ولفيناها. ويلا روحوا معي راح نعمل ترنك دبي لضيافة العيد. هلا عنا نص كيلو كنافة راح نقطعها كلها بالسكينة. هنقطعها ناعم مش قد ما فينا نقطعها ناعم، ما بدنا اياه كتير خشن. هيك راح تنقلي معانا. راح نحمرها، راح نحملها بالزبدة. هلا بعد ما نفرمها، طبعا بعد ما نفرمها نفركها بيدينا. شوفوا بهذا الطريقة، مو بهذا، نحطها بكف ايدينا ونفرمها. شوفوا بهذا الطريقة هيك نحطها بكف ايدينا ونفرمها. بس نفركها فركة لحالها تفك كلها بعضها. هلا بعد ما فكيناها كلها نفكها كلها من بعضها. هلا هيك كتير كويس. هلا هيك شوفوا بعد ما خلصناها صار عنا جاهز. نحط معلقتين كبار زبدة، نحطها بالمقلاية على النار. يكون عنا مقلاية كبيرة. أول شي تحسوا إنه كتير بس بعدين راح تكش معنا. أنا نحط لها معلقة تانية زبدة، معلقتين كبار طبعا. هلا بعد ما ذاب معنا الزبدة راح نضيف كل الكنافة هون. عجينة الكنافة كلها تروح نضيفها ونضل نقلب فيها. طبعا شوية تعب، اللي يتعبوا هالشي يضرب الفرن يعملها وكل شوية حركة. وتقدروا تقطعوها قبل بيوم كمان تتركوها برا تنشف للقلي يكون أسرع وأسهل. هلا تنضل نحرك فيها كتير كويس. طبعا إذا ما حركناها راح تحترق محل اسمه محل ما تستوي. شوفوا هلا بلش تحمر معنا، بلش تعطينا اللون الحلو. هلا هيك هذا اللون المطلوب. هلا راح نجيب لنا كمان جاط تاني وراح نضيفها كلها بالجاط. هو سخن على فكرة، نشتغل فيه هو سخن ما في أي مشكلة. يكون أحسن مع الزبدة، مع زبدة الفستق راح يدوب معنا. وهلا راح نجيب زبدة الفستق. طبعا هلا موجودة زبدة الفستق بكل المكان بأوروبا بأي بلد بدنا موجودة. راح نضيف لها 200 غرام. طبعا فيكم تضيفوا لها أكتر كمان عشان لا نضيف لها زبدة. أنا ضفت لها كمان هون معلقة زبدة بعدين. هلا راح تشوفوا معي عشان نقدر نعمل كرات منها. هلا نحركها كتير كويس. انا طبعا ما حطيت لها تلوينه عشان لونها يصير اخضر ولا ما في داعي. هي طعمها تجنن. حطينا لنا 150 جرام كمان بعد ما فرمناها كتير ناعم. فستق حلبي كمان 150 جرام فستق حلبي ونخلطها. طبعا اذا بدكم تحطوا لها تلوينه تسوى لون اخضر حطوا لها، بس انا ما انصح نحط لها تلوينه. هيك شكلها يعني كمان حلو والطعم بتجنن يعني. هي هلا كمان نضيف لها شوية عسل. ما راح نحط لها حليب مكثف، نحط لها شوية عسل. العسل كمان لا تخافوا ما راح تكون كتير حلوة معانا. احنا نحط لها كمية على حسب ما تصير معنا كور. طلع هيك هلا بدها شي معلقة زبدة كمان. نضيف لها معلقة زبدة تانية وهيك ان شاء الله تكون معنا صارت جاهزة. والعسل انتوا تحطوا على حسب الحلا تشوفوه. انتوا كبداية تشوفوها كتير حلوة بس هي ما حلوة بعد ما يبرد، بعد ما تخلصوها ما حلوة.
شوفوا بهذا الشكل نرصرص على الكرة، ما راح ندورها بإيدينا لأنه ما راح، هذا فيها كنافة ما راح تصير معنا، هيك نرصرص هي لحالها تمسك بعضها لأنه فيها زبدة. كل ما تبرد الزبدة شوي تمسك أكتر. هلا بعد ما نخلص الكريات، هلا بعد ما خلصنا الكريات كلها نحطن بالفريزر مدة نص ساعة ساعة لحتى ما نسوي الشوكولاتة تبعنا نجهزها. أنا عندي شوكولا خام تاكل وقت لحتى ما تذوب. عندي هلا حطيت على البخار مي، تحتها مي وراح ادوبها. واللي اللي ما بده كمان بخار مي يقدر على الميكرويف يسويها شوي شوي عشان لا تحترق معه، وهو اضمن على البخار مي عشان لا تحترق معك الشوكولا. طبعا راح نضيف له شوية زيت لنخفف الشوكولا، وبنفس الوقت كمان تعطينا لمعة حلوة وظريفة. طبعا الزيت كمان مثل ما قلت على حسب الشوكولات تشوفوه يعني سميك ولا رقيق. اي نوع شوكولا عنا فينا نسوي. عنا فستق حلبي كمان، هاي لتزيين كمان. وهاي الشوكولا صار عنا جاهز، وهلا نغطس وحدة وحدة ونشيلن على الطرف لحتى نخلص كلياتن. وأي نوع شوكولات جاهز قوالب هاد جاهزين تجيبوه كمان تقريبا، ما كمان راسا تذوبوه وكمان تقدروا تغطسوا فيه. هاي شغلة اختيارية وعلى حسب الموجود عندكم، لأنه هاي شوكولا خام بدها شوكولا خام يكون ثقيل كتير، وبدها شوية تخفيف نخففها بالزيت النباتي، وتعطينا اللمعة كمان بعد ما تنشف. طبعا أنا هلا كلها بالملقاط بشيلن. عندي ملقاط خاص للأكل. طبعا اللي ما عنده ملقاط كمان يقدر يجيب شوكة ويغطسن، يعني طريقتها كتير سهلة ما بدها أي شي. صدقوني مشروع كتير ناجح بالبيت. أنت قاعد بالبيت وتقدر تعمل هالشي، وضيافة العيد ولا أروع منها. هاي جبنا شوكة نغطسها ونطلعها بالشوكة، يعني ما بدها أي شي. طبعا عندنا ملاحظة هامة هون. أول ما تغطسها طالعة من الشوكولا ترشها فستق الحلبي فورا عشان تمسك معنا طبقة عليها. إذا ما عملنا هيك هاي ما راح تمسك معنا الفستق الحلبي فوقها. هيك شوفوا بهذا الطريقة أول ما طلعناها نشفها كويس. هلا نرشها فستق الحلبي بس هيك يكون معنا بيرفكت. كمان فرجيك الوحدة التانية. هلا هيك تقريبا خلصنا. كمان رشة فستق حلبي فورا، رشة فستق حلبي. الفستق الحلبي لأنه هي بالفريزر فورا تنشف معنا، يعني ما فيك انت تتركوه برا لحظة، هي فورا تنشف معنا. هاي هي شكلها بعد ما خلصناها. وينعاد عليكن وصحة وهنا لأحلى متابعين عندي.